الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلت ما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. مهيبا لهذا المخلوق الجديد، لأبي وأبيك، أبونا جميعا، إنه أول البشر، إنه آدم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. لأول مرة يعصى الرب عز وجل في السماء من هذا المخلوق الذي كرمه الله، لكن للأسف لم يكن أهلا لهذه النعمة ولا لتلك الكرامة. صباح الخير. النهاردة 4 رمضان. المفروض ان انا النهاردة كان عندي جزء حفظ كده في سورة البقرة، الجزء اللي ليه علاقة بخلق سيدنا آدم، فقلت خليني ادخل اشوف حاجة يعني ليها علاقة بخلق سيدنا آدم، القصة كلها وكده. انا كنت قبل كده اتفرجت او سمعت حاجة يعني عن ابليس، وابليس قد ايه كان بيتعبد، وكان اسمه طاووس الملائكة وكده. بس يعني المرة دي لما اتفرجت على الجزء بتاع أو الحلقة بتاعت الشيخ نبيل العوضي، الحلقة تحفة بجد. يعني أنا أنصحكم إن أنتوا تتفرجوا عليها، لأنه حسيت المرة دي نورت جوايا حاجات كتير قوي. حاسة إنه أنا كنت بجد طول الحلقة، أنا اتفرجت على جزئين، أنا عيني منورة كده، مبهورة. في نفس الوقت في حاجات في دماغي كده نورت كتيرة قوي، منها إنه ازاي ابليس كان طاووس الملائكه، وازاي كان في مكانه عاليه زي الملائكه وبيتعبد وفظيع قوي، وازاي تحول لشيطان رجيم بحاجتين: انه ابى ان هو يسجد لسيدنا ادم عشان غروره، وعشان غروره الحاجه التانية هي غروره، وفي نفس الوقت انه ما استغفرش او ما تبش. يعني لو جيت اقسمها للغرور اوكي، وعدم التوبه. يعني اكيد كلنا بنقع بالذنب، واكيد كلنا بنعمل ذنوب، تمام، بس الفكره ان احنا نتوب. طيب ماذا لو كان ابليس تاب؟ هو اكيد يعني السؤال ده ما ينفعش اساله، لان هو كل شيء مقدر ومكتوب عند ربنا من قبل اي حاجه، من قبل خلقنا كلنا، واكيد كان مكتوب ان ابليس هيعمل كده ومش هيتوب ومش هيسجد لسيدنا ادم وكل الحاجات دي. بس ماذا لو ابليس تاب؟ دي نورت جوايا، ونورت جوايا كمان انه هو ده الفرق ما بيننا وما بينه، انه احنا بنعمل ذنوب وهو عمل ذنب واحد، بس فكرة ان هو ما تابش على الذنب. بس ربنا بيقول لنا احنا ان هو تواب رحيم، انه مهما كبرت ذنوبنا ومهما عملت فانا هغفرها لك. فالحاجات دي نورت جوايا كده انه واو. وسبحان الله، اول ما سمعت القصة اول حاجة جت في دماغي: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انه انا ممكن اكون في مكانة عالية ازاي، وممكن تكون ربنا هديني فترة ما وبعدين ارجع على ايه، ولا حاجة. يعني انا ممكن دلوقتي مثلا على الطريق شوية اون تراك، او بحاول اتعبد، او بحاول اتفرج على دروس دين وكل الحاجات دي، ممكن كمان فترة ما تلاقينيش كده، فاللي هو كل حاجة تروح. فاللي هو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. واكتر ذكر اعتقد ان انا هقوله النهارده هو ان استغفر ربنا كتير، استغفر الله العظيم، واستغفره على كل الذنوب اللي انا عملتها، الكبيره والصغيره. الفكره ان احنا ساعات مش بنستغفر ربنا، يعني اعتقد
في بني ادمين ممكن يكونوا في جواهم غرور ان هم مش عايزين يستغفروا وربنا يبعدوا عننا، بس في نوع تاني ان هم مش بيستغفروا لان هم بيحسوا ان هم ضئال قوي او صغيرين قوي والذنب بتاعهم كبير قوي، فان ربنا مش هيغفر لي الذنب ده فانا مش هستغفر وكده، او مش هستغفر، او بيحس من جواه ان هو ربنا مش هيغفر له، فبالتالي بينسى اصلا يتوب او ينسى ان هو يستغفر. فاتمنى ان احنا ما نكونش من ولا نوع منهم، ولا نوع بتاع الغرور ولا النوع بتاع ان هو يحس ان هو ضئيل قوي فما يستغفرش. لا يعني استغفر الله العظيم على كل ذنب واتوب على كل ذنب عملته بقصد او من غير قصد. يعني ده الذكر اللي هيكون بتاع النهارده. بس جماعه بجد لازم تروحوا تشوفوا الحلقه بتاعت الشيخ نبيل العوضي، تحفه. انا شفت منها جزئين يعني اوكي في بدايه الخلق وكده، فظيعه بجد. انا كنت اصلا طول الحلقه بجد مبهوره قوي. وبعدين فكره ان لما الروح دخلت جوه سيدنا ادم ودخلت جوه راسه الاول، وبعد كده اول ما دخلت عند بطنه اشتهى، فدي شهوه الاكل. فهو ربنا خلقنا كده وخلق الانسان عجولا، هو ربنا خلقنا كده. يعني ربنا لما حط فينا الشهوه تجاه شيء معين هو عارف ومتاكد ان احنا هنضعف، بس هو فتح لنا باب التوبه. يعني هو خلينا اصلا عشان كده. يعني لما تيجي تتدبر كده تحس ان هو ربنا خلينا عشان كده. انه واو، دي ميزه انه كل مره يعني تفضل تتفرج على حاجة. يعني تحس ان معظم دروس الدين او الحاجات دي بيقولوا نفس كل حاجه كل مره، بس سبحان الله كل مره بيفتح جواك حاجه. يعني انا المره دي فتحت جوايا انه انا عايزه اكون مختلفه عن ابليس، انه انا اتوب وان انا ما يكونش جوايا غرور، وانه الله ما مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وانه استغفر ربنا كتير، وانه الغرور في قلبي ما يزيدش بفكره انه واو انا شاطره دلوقتي وربنا هديني. انا ممكن في ثانيه ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس تحفه تحفه كمان لما تشوف قصص كده من زمان. يعني واو 50,000 سنة وأرقام فظيعة، واو ما شاء الله بجد. المهم النهاردة خلاص المفروض أقوم أجهز عشان عندي ميعاد في عيادة جلدية. بس فأقوم ألبس بقى أجهز عشان أخرج وكده. مش هتفرج على حاجة تاني، مش هعمل حاجة تاني، بس هاخد معايا السبحة عشان زي ما قلت لكم ذكر النهاردة استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. بس انا لبسته، بس عندي مشكله كبيره قوي، ان انا دلوقتي اول مره هخرج بالطرحه من غير ما ابين رقبتي. تمام، يعني انا بلبسها قدامكم كده عادي، بس يعني عادي فاهمين قصدي، بس اول مره هخرج بقى بيها. فانا جبت دي عشان تداري رقبتي اوكي، وهي مخليه وشي مدور قوي، وانا مش بحب وشي مدور قوي، انا بجد مش بحب وشي مدور قوي، حاسه ان شكلي كده شبه جدتي فاهم. انا مش عارفه اعمل الطرحه ازاي، انا مش عارفه، حاسه هعيط، بس مش يعني عادي اوكي. خليني اوريكم كده اوكي. بفكر انا لو خليتها لوس، الابيض والاسمر ده مش عاجبني، فلو ستيل مش عاجبني، هو اصلا مش حاجه يعني تمام. او لو انا لفتها بالطريقه اللي انا اوريدي بطلع بيها اوكي، بس طول ده شويه. روائع الايمان يا لهوي. لا انا اكيد مش هعمل كده، اوكي، عشان حسيت ان انا اوفر بجد. انا مش بحب وشي مدور. المهم هنعمل ايه؟ طيب فكر ادخلها جوه كده اوكي، وادخل السايد التاني كمان جوه اوكي، شدها من هنا كده اوكي، نخليها لايك كده. انا بحب اصلا في العادي اللفه دي، بس طبعا رقبتي كانت بتبان اخليها كده ورقبتي مش باينه، بس يعني في لايك انه بص هي محتاجه تظبط، بس يعني حاسه ان هو بشكل مبدئي نوت سو باد او باد، بس انا يعني خلاص عادي هحاول اتقبل. ودلوقتي الشيطان مش موجود، ده كده دي نفسي انا بقى، نفسي انا اللي هي مش متقبله شكلي، عماله توسوس لي سهام شكلك وحش قوي قوي، روحي بيني رقبتك يعني طب على الاقل في رمضان بس عشان اوكي مش عارفه يا جماعه. اوكي دي النتيجه النهائيه، حطيت طرف والطرف التاني طلع اوكي، ويعني تحسوها لوز but not
لوز، اوكي، وفي نفس الوقت رقبتي مدريه ووشي تمام وكل حاجه تمام، وانا روشه ستر روشه. انا زهقانه أوي، انا زهقانه أوي والله العظيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس